أبو حنيفة تاجر أقمشة الله يرضى عنه، عنده توب قماش بهالمحل ما عم تحل عليه لا بيعة ولا شروي. راح على صلاة الظهر، هو راجع لقى واحد حامل توب القماش وطالع من عنده من المحل. إلهي لك الحمد، الله جبار. السلام عليكم، هذاك ما بيعرفوا انه هذا صاحب المحل. قال له ابو حنيفه من اين اشتريت هذا الثوب؟ قال له من هذا الدكان. قال له بكم؟ قال له باعني المتر بكذا. ايوه، هذا الشغيل عامل له دينارين زياده بالمتر. قال له ارجع معي. لوين؟ قال له انا صاحب المحل، ارجع معي. تعا احمد، بديش بعته المتر؟ لو فرضنا قال له ب8. كم متر طلع؟ قال له كذا ضرب 2 كذا. فتح الدرج ناوله، قال له لا تاخذنا بس هذا ما بيعرف. قام قال له شغيله، قال له يا سيدي انه مجوسي. قال له لكنك مسلم. ايه الحديث من غش فليس منا. في روايه من غش، بس في روايه من غش معناتها الغش باصله حرام. قطعة معينة كنت بيعها، أنا أشتغل بشركة في قطعة معينة كنت بيعها، فات واحد قال هي بقديش؟ قلت له بكذا كذا كذا، شرحت له المواصفات الكاملة. قال جهز لي إياها بدي أشتريها. قمت بدي جهز، قال لي وقف، إلها قطعة تبديل؟ قلت له لا والله ما لها قطعة تبديل. قال لك أنا شو عم تبيعني إياها؟ قلت له أنت سألت وأنا جاوبت، ولما وصلت انت للسؤال تبعها إلى قطع تبديل؟ قلت لك لا ماله. قالوا بركي انت زعيت. قلت له نحن بايعين من هي 10,000 قطعه ومتعاقدين مع واحد ميكانيكي بالأدم بصلح لنا اياهم كلهم. قال لا انا مالي مصلحه. قلت له ايه؟ الله يعطيك العافيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. انتهى. بعد 2 3 مر من ناحية المحل، فات قال لي عرفتني؟ قلت له كأني شايفك. قال لي انا بزماني سألتك كذا كذا. ايه اهلا وسهلا. قال لي شلون بتقولي ما لا قطع تبديل؟ اشتريتها من عند فلان وقال لي يا لطيف معبى السوق قطع تبديل. قلت له هلا اذا انت تروح لعنده لا تجي لعندي، صح ولا لا؟ عشان هو يتحمل المسؤوليه. بس انا ما حسنت اسكت. طلع من هون، الو السلام عليكم. قلت له هلا المكنه الفلانيه كذا كذا لها قطع تبديل؟ قام عمل لي. قلت له وين؟ قال لي باليابان معبى. هذا كذب ولا ما كذب؟ كذب. هذا إذا راح بعد نص ساعة صلى الظهر بالجامع، شو هي الصلاة؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معناها بالمفهوم المخالف، بالمفهوم المخالف من لم تنهاه، هذا مو حديث بس أعمل لك أنا بالمفهوم المخالف، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ما صلاة، لا صلاة له. لذلك برجع بقول لك نحن ديننا قائم على القيم، وربنا عز وجل ربط كل العبادات بالقيم والأخلاق. لذلك إذا كان يوم صوم أحدكم، هلا اجى رمضان كل عام وانتم بخير. أنا بحب دلله لرمضان، أحسن شو بسميه، أبو الروض. أبو الروض. فاجى أبو الروض، هلا اجى أبو الروض، بدك تطلع من بيتك صايم الصبح؟ لا والله ما بتوفي. هي أول كذبة. شارية ب1000 مسعرة ب1500. اجى زبون درويش قال له ما بمشي الحال ب1200. قال له والله ما بتوفي. هي كذبة. بتوفي. انت شارية ب100 او ب1000 عفوا، شارية ب1000. اذا قال لك 1000 ليرة موفية معه. طيب امنا لك اجرة نقل، وامنا لك هلاك بعض البضائع، وامنا لك التموين اجى سرق منك كذا وكذا، والمكتب السري اجى اخذ كذا وكذا، اخر شيء طلعت تكلفته عليك 1100 ليرة. قال لك 1200. ليه اخي؟ قل له ما ببيع انا هيك، قل له انا هيك ما بيناسبني. لا تقول والله ما بتوفي، حتى لو ما حلفت لا تقول له ما بتوفي، بتكون كذبت. شايفين مشكلتنا وين نحن؟ بيطلعوا على الغرب بيقول لك يا اخي الاجانب ما بيكذبوا، بيطير عقلهم بالاجانب انه ما بيكذبوا. ليش؟
ليش نحن بنكذب؟ أنا ما بكذب، أنا مسلم ما بكذب. بس إذا الناس اليوم تخلت عن دينها وتركت دينها وهي صايرة عم تكذب، ليش عم تتبدح الأجانب؟ قول المسلم لا يكذب. هدول ما بيكذبوا لأنه القانون بيمسع رقبته. أما نحن معولين إنه الله بكرة بيعفو عنا، مع إنه أشنع خلق يأتيه المسلم هو الكذب والعياذ بالله. نعم. إذن أثر العبادات في صلاح الأمة. كما قلت الإسلام مجموعة قيم أخلاقية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. سيدنا جعفر ابن أبي طالب الله يرضى عنه وعن أصحاب رسول الله جميعا، لما وصل على الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أصحابه في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وقريش دريت فأرسلت سهيل ابن عمرو قالت له لحقهم قبل ما يروحوا يغيروا لنا سمعتنا عند النجاشي، الله يرضى عن النجاشي. قال له بسرعة لحقهم. وصل سهيل ابن عمرو وهزأ المسلمين. قام لأنه النجاشي رحمه الله رجل عاقل واعي، قال له طول بالك، هيك عم تحكي؟ بعثوا لنا كبير المفاوضين تبعات المسلمين أو تبع المسلمين. اجى سيدنا جعفر قال له ما عندك يا جعفر؟ قام سيدنا جعفر لخص له الإسلام. شو قال له الله يرضى عنه؟ قال له يا أيها الملك، كنا أقواما أصحاب جاهلية، مو هيك كانوا؟ نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. يا لطيف يا لطيف، صفات ملعونة. قال له فكنا على ذلك من يومنا هيك. قديش كانت الحرب تقعد بيناته؟ 40 سنة و50 سنة و100 سنة. ومثل ما حكينا من أفعال الجاهلية. وهلأ اليوم أشد وطأة من الجاهلية. اليوم الغرب عايش عيشة أشد وطأة من حياة الجاهلية، ونحن اليوم كمسلمين لأنه تركنا ديننا رجعنا أسوأ من أهل الجاهلية. إياك أن تظن أنني أنا أقوم بجلد الذات، لا، أنه أنا لست أنقد الإسلام ولا أنقد أتباع الإسلام الصادقين، أنا عم بحكي عن المجموع العام. المجموع العام ما مبيض الوش. أنا بزعل لأني مسلم، بزعل على أهلي، على إخواني، على جيراني، بزعل على ديني. أنا بحب المسلم يكون دائما بأحلى صورة، بأبهج صورة. بحب المسلم يشار إليه بالبنان إنه هذا رجل مسلم. أنا أغار إذا انتهكت حرمات الإسلام من قبلي أنا. فكل مسلم منا على ثغر من ثغور الإسلام، فلينظر أحدكم لا يؤتين من ثغره. اوعى يوم من الأيام يقول لك واحد أنا والله بطلت أعطي حدا صاحب دين لأنه إجاني صهر صاحب دين ورجاني نجوم الظهر. يا لطيف شو بدك تحمل اسم، يا لطيف شو بدك تحمل اسم. اوعى تصلح عند فلان هذا غشاش، بتقول له انت بس انا قالوا لي الجيران انه ما شاء الله حوله كل وقت بالجامع بيقوم. والله انا سمعانه واللي هلا قراب من عمري بيقولوا لي والله مزبوط كلامك. كان كثير من اهل الشام في بعض المهن ما يروحوا غير لعند الارمن. ما بيقول لك انا كارنيك وانسكيان ارام بابيان، لك روح لعند فلان. اخي ما صلحنا عنده بزماننا وندمنا. بدي اشتغل شغلة عندي بالمحل، سألت كذا قالوا لي فلان، رحت لقيت لك اللحية ما شاء الله وبسم الله عليه وحاطط ايده ساعته بايده اليمين
وما شاء الله كان. السلام عليكم، قال لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عم يقول لي انه انت قلت السلام عليكم فقط، بدك تكملها. وقعدت بحضن امي وابي. ايه سيدنا، عنا الشغله الفلانيه كذا، بدنا نساوي، بدنا نقيم، بدنا نحط كذا الى اخره. قال تفضل لشوف شو عندك. طالع على المتر، قدح قياسات، ربع ساعه زمان، طالع قلم وورقه، سجل كذا. ايه، قال لي اليوم شو اليوم؟ قلت له الاثنين. قال لي الجمعه بتكون خالصه. الله اكبر، تسلم لي عينك، الله يجبر بخاطرك. بالله الجمعه؟ قال لي والله الجمعه بتكون خالصه. قديش تكلف بهذاك الوقت؟ قال لي 17500. النار توكلنا على الله. انا عم حاكي الله اكبر الله اكبر. قام اذن الظهر، قام طالع القلم والورقه كان ماسكون، لحشهم على المكتب وركعت. وين رايح؟ قال لي على الصلاه. قلت له بدي ربع ساعه ليقيموا الصلاه. قال لي اذا نادى المؤذن اكبر. قلت لحالي الله اكبر، يا سلام. ايه، فقنا الصبح، رحنا على المحل. الو، وينه؟ ما عم يرد. الو، ما عم يرد. الو، ما عم يرد. امسى المساء وما بين. ثاني يوم، ثالث يوم، صار الخميس. وامتى بده يسلمني؟ الجمعه. صار الاربعاء. قام شو قال لي؟ انت شو بدك؟ ما بدك اياها تخلص يوم الجمعه؟ قلت له هلا بيومين بدك تخلصها. قام ما بين لا خميس ولا جمعه. ما بدي اطول عليكم، شهرين. هذا اللي بيترك من ايده بيروح على الجامع. بعد شهرين خلصت. قلت له انا بالمده مالي مسامحك، واكرام من اخلاقي، هذا عقد مصانعه فاسد، صح ولا لا؟ عقد مصانعه فاسد. انا متفق معك على مواصفات معينه بزمن معين باجره معينه، انت ما وفيت بشيء من ذلك. قلت له بس انا مشان يعني كرمال مرتك واولادك حاعطيك الاجره اللي اتفقنا عليها. قال لا والله غلي الحديد. قلت له التاخير اجى مني ولا منك؟ حاجتي هزات بدن. قام بدي ساوي شغله ثانيه، قام بعثوني لعند واحد ارمني. قمت رحت لعنده، مرحبا شو اسمك؟ قال لي كرنيك. قلت له كرنيك مرحبا، عندي الشغله الفلانيه. قال لي قومي حبيبتي ناخذ القياس. قلت له الله يصطفل فيك شوي حبيبتي. قال لي قومي حبيبتي ناخذ القياس. اجى لعندي على الورشه على المحل، اخذ القياسات يوم الاحد. مور شو بيطلع لك معنا؟ قصدي امتى اللي هي؟ قال لي الثلاثه بتكون عندك. قلت له كرنيك الله يوفقك، شوف الاغراض بالارض، بدي اسرع، بدي ساوي، بدي كذا. قال لي حبيبتي انا ما بقول كلمتين. قال لي انا في محل بشارع الحمراء اشتغلت له. قلت له 60 يوم. قال لي تاخرت ساويتهم 62. قال لي وقت اعطاني الاجره رجعت له فرق اليومين. قمت انا زعلت. كرنيك يصدق معي وسيدنا اللي لحش القلم والورقه وركض. برجع بقول لكم انا ما عم بشتغل بجلد الذات، بس انا غرت. لانه هلا اذا اجى واحد قال لي بدي انا نجار، لمين ترشدني؟ ابعته لعند هاد بيسبني، صح ولا لا؟ انا اغار على ديني من انسان مسلم بحسب الظاهر، لكنه يظلم زوجته في البيت. من زوجة محجبة وتقية ونقية وما شاء الله حولها، لكنها لا تعف زوجها بحجة إلا عندي درس، إلا اليوم عندي ورد بالليل، إلا وهذا المنظوم هذا شو سايب حاله ويروح بحاله. بكرة إذا سمعتيه طق جوازة ثانية بطق مخيك. أنا بزعل يا أخي، أنا بغار على كل مسلم ومسلمة. أنا بحب المسلم يكون هون فوق، أخذ 100، ارفع راسك فوق. يا والله شيء حلو يا أخي. إيه نكملكم إياها. الله يسعدكم. فيا حبيباتي أنا أنطلق من منطلق الغيرة. لذلك لما عم نقول أثر العبادات في إصلاح الأمة، هي المحاضرة مو مشان هلا أنتم تسلم لي عينه تسلم لي عينه والله محاضرة، لا والله ما بدي إياك تتغزل فيني، بدي إياك تنفذ، بدي إياك تنفذ. وإذا ما نفذت أو مالك ناوي تنفذ قوم احمل حالك وامشي. والله والله يا أخي، وقل اعملوا فاعلم، أنت هلا عم تتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله
واستغفر. الاستغفار شو هو؟ عمل. معناتها بعد العلم في عمل. معناتها وقل اعملوا. حضرنا محاضرة وطلعنا وتسلم لي عينه، امتى بدك تجي لعنا مرة ثانية ونحكيها؟ ايه شو صار؟ ما رجعت لأختك حقها، ما عدلت بين أولادك، ما رفعت أجرة عمالك، ما اتقيت الله بشغيلتك، وإلى غير ذلك. لذلك أنا أقول هذا الكلام، ولذلك أنا أقول أنني من غيرتي على ديني. تعرف شو بيقول العالم المفكر الشيخ محمد الغزالي؟ بيقول كل مسلم من المسلمين، عفوا، بيقول الإسلام بضاعة رائجة. الإسلام بضاعة رائجة، بس شو بده؟ يحتاج إلى تاجر حاذق يتقن فن عرض البضاعة. يا سلام، 3 سنين حابب البنت بألمانيا، 3 سنين، وإلا بس نخلص ننزل على الشام مشان نتزوج، وبس نخلص. وشو عم يساوي بها3 سنين ما بعرف. بعد 3 سنين اتفقوا وياها واجوا على الشام. عفوا، دق لأهله قال له بابا أنا في فلانة بنت شايفها بألمانيا بدي أتزوجها. أبوه قال له البعيد بغضب عليك كذا، أنا ما برضى كنتي إلا تكون منا وفينا، أنا بدي أحفادي تكون أم مسلمة، أنا يا لطيف. الولد مرض، أمه تشفعت له كذا، قام آخر شيء أبوه قال له بابا طيب بس خليها تأسلم، لك ادعيها إلى الإسلام. 3 سنين يا حريشة، يعني 3 سنين ما فكرت بالإسلام من خلالك؟ شو عم تساوي معناتها أنت؟ هذا أجدب، يعني هو أجدب. قال أبي إذا بتأسلمني بنتجوز. قامت قالت له شو يعني أسلم؟ مو عرفانة شيء، لأنه هو مو مفهمها شيء. قالت له شو يعني أسلم؟ قال له يعني بتصيري مثلنا. هذا هو. ايه يا قارئ العلم بين الجاهلين خطأ، هذا اللي فهمان. قال له يعني بتصيري مثلنا. قالت له يعني أرثوذكس ولا كاثوليك؟ قال له شلون يعني أسلم؟ قال له يعني امشي. واخذ على المركز الإسلامي. هنيك لقيت واحد فهمان، قال له يعني يا بنتي الله يرضى عليكي، انت الآن نصرانية، أرثوذكسية، كاثوليكية، ما بعرف، بدك تتركي هذا الدين وتدخلي بدين الإسلام بعد ما يصير عندك القناعة التامة بهذا الدين. قالت له طيب شلون بده يصير عندي القناعة؟ عندهم ترجمة لرياض الصالحين، وترجمة لكتاب السيرة النبوية، وترجمة لمعاني ألفاظ القرآن الكريم. ما بصير تقول ترجمة القرآن الكريم، القرآن الكريم لا يترجم، ترجمة المعاني. مسكوها هدوها 3 نسخ. طلعت هي وخدينها يعني صاحبها من المركز الإسلامي. حزر شو قالت له 6 شهور لا بتحاكيني ولا بحاكيك، سلام ما بتسلم علي، مشان عاطفتي ما تسبق عقلي، ولا بتطلع فيني بالجامعة أبدا، أنا بدي أقرأ وفكر. هذا صار يطلع عليها من تحت لتحت، يعني اشتاق لها، لأنه هي ما كملت 6 شهور اجت قالت له هي الكتاب. شو؟ قالت له بدي أسلم. شو؟ قالت له بدي أسلم. بالله بحياة الله، لك ارتبط لسانه من فرحته، طالع على الجوال. قالت له وقف. شو؟ قال له بدي دق لأبي بشره انه اسلمتي. قالت له بس انا ما بجوز اتزوجك. قال له ليش؟ قالت له انت غير مسلم. بينما صديقي الآخر الله يرضى عليه ويذكره بالخير، 4 بنات وهو الشاب الوحيد بالغرفة بالشركة بأمريكا بولاية فلوريدا. بفوت الصبح جود مورنينج، بيقعد على شغله، لا بياخذ ولا بيعطي. 3 بنات منهم يعني لا وتشد ايدك، من بنات أمريكا، بس وحدة منهم لا بتدخن، لا عندها صديق، لا عندها خدين، لا بتشرب، ما بتساوي أشياء مخلة بالأخلاق أبدا. رفيقي هلأ بدكم تستغربوا، أخضعها للمراقبة 4 سنين. 4 سنين لقاها هيك
قام بعد 4 سنين اعتمد. قبل ما ينصرفوا 5 دقائق قال له في مجال ننزل نشرب بالكافيه تحت فنجان قهوة؟ قالت له تكرم عينك. نزل هو وياها. قال لها أنا من 4 سنين عم فكر فيكي، بس عم بعمل دراسة وأنا هلأ بدي أتقدم لزواجك. قالت له والله من 4 سنين عم بطلبك من الله. قالت له من 4 سنين عم بطلبك من الله. قال له يعني موافقة؟ قالت له قال له بس بدك تجيب لنا موافقة الوالد، أبوه أمريكي ما بتفرق معه، بس في قابل يوقف لأنه هذا مسلم. أما هو لو كان غير مسلم خلص هي الأوكي أخذتها تلقائيا يعني. قال له لا نحن بتعرفي قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وكلا. قال له أبوه إذا بتحبوا بعضكم توكلوا على الله، بهالمعنى يعني. إجا الله يرضى عليها. قال له بس شو رأيك مشان أنا يعني يوم من الأيام ما أندم إني أخذت وحدة غير مسلمة، شو رأيك تأسلمي أولا بعدين بنتزوج؟ هديك شو قالت له؟ قالت له شو يعني أسلم؟ هي قالت له كيف بأسلم؟ يعني هي جاهزة، لأنه النموذج عندها حي 4 سنين، شايفة إسلام مصغر، شايفة إسلام مصغر. لذلك يا مسلم بالأخص اليوم إخواننا اللي هاجروا الله يرجع لنا إياهم، قولوا آمين. إخواننا اللي هاجروا والله لازم هذول يعملوا مدارس، مو يعملوا مدرسة يعني هو يكون مدرسة، يكون نموذج للغرب بأخلاقه بلطفه بأدبه بدماثته. لكن المسلم لطيف، المسلم نعوم حباب. لكن المسلم أقسم بالله إذا أهل المسجد ما بيحبوك روح جدد إيمانك. إذا أهل المسجد ما بيحبوك، أنا بعرف ناس ببعض المساجد والله أهل الجامع ما بيحبون، أنا بقول له لهذا روح جدد إيمانك واعمل شم ريحة كفك، ليش ما بيحبوني؟ والله بعرف ناس ملتزمين أقسم بالله مرته وأولاده ما بيطيقوه مع أنه ملتزم. شكت لي مرة، أنا بطلع عن الموضوع سامحوني، بس أنا ابن المجتمع وعايش بالمجتمع، ولعلي أطلع على خفايا المجتمع أكثر منكم بحكم قيامي بعمل الدعوة. قالت لي يا أستاذ أنا بكون من الصبح للمساء أنا عم لمع، بتعرف أخواتنا النساء بيحبوا البيت هيك يكون عم يلمع عم يبرق كذا. قالت لي بيجي بيتوضأ وبيطلع من الحمام عم يشرشر، بتقول له يا فلان نشف قبل ما أطلع من الحمام، بيطلع بيقول لها كم مرة قلت لك إنه التنشيف مكروه؟ مرة احتكمت لي وجابت لي إياه وحكت له هالحكي قدامي، حكت لي قدامه عفوا. قال لي أستاذ مو التنشيف مكروه؟ قلت له التنشيف مكروه بس الإساءة إلها حرام، وإذا تعارض المكروه مع الحرام مين منقدم على الآخر؟ يعني بيني وبينكم قلت له لا بيض علينا. عم تتسجل هي بابا؟ يلا ماشي الحال الله يرضى عليه. ما في شيء ايه الله يجزيك الخير. فإذا ربنا عم يقول له للحبيب الأعظم ولو كنت فظا لانفضوا من حولك، لك هذا سيدنا محمد وهو سيد اللطف ومدينة اللطف صلى الله عليه وسلم، بس الله عم يقول له الحكي مشان نحن نتعلم. فهدول أهل الجاهلية قال له كنا قوما أصحاب جاهلية نعبد الأصنام. شو رأيك بعبادة الأصنام؟ في أحمق بالدنيا يعبد الأصنام؟ في طبعا في، بس نحن عم نحكي الآن عم نخاطب العقل. هذا صنم ما بيتحرك ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيقدم ولا بيأخر، وبيفوت الثعلب مثل الثعلب اللي شافه واحد جاي يعبد صنمه، واحد له حاجة عند استغفر الله العظيم، قام جاي يطلب منه حاجته للصنم، قام لقى الثعلب داير قفاه وعم يبول عليه، طلع هيك لا صحي، قال رب يبول الثعلبان برأسه لا خير في رب بالت عليه الثعالب.
عبادة بن الصامت الله يرضى عنه كان نجار ماهر جدا، فمساوي صنمه الذي يعبده بيده. لك يا جماعة حدا بيصنع إلهه؟ مبرتخه وحافه وهيك مزيقه، لك شغلي عم قل لك يا سلام. أعوذ بالله، أنا أصنع صنمي بيدي؟ أنا أصنع إلهي بيدي؟ عجيب. لك عجيب، الجاهلية قاتلة، قاتلة الجاهلية. أسلم عبده قبل أن يسلم عبادة بن الصامت. إمتى الواحد بيأسلم؟ لما بيحكم عقله، نظر بعقله شو صنم من حجارة وصنم من خشب وصنم من جص وصنم من تمر، وهذا بيعبد النار وهذا بيعبد البقر وهذا بيعبد الجرذان. صحى من سباته، أسلم. بس زعل إنه معلمي عبادة بن الصامت زلمة معلم بمهنته، بخاف الله، ذكرت أبضاي، لك مو ناقصه غير يأسلم. شو بده يساوي؟ قام بالليل، قام حمل هالصنم، فتح الشباك ولحشه. فعبادة بن الصامت بده يروح على شغله، اجى ليتبارك بمعلمه. وينه؟ قال له شو بعرفني وينه؟ لك شو وينه ما وينه؟ دوروا وقاموا حطوا، طلعوا برات الفيلا، قام لقاه واقع تحت الشباك. قام جابه، بوسه واعتذر منه ومسحه ونظفه ورجعه. فز هالعبد الله يرضى عليه، الغلام تبع عبادة، ثاني يوم نفس العملية، ثالث يوم هذا ما زاق على حاله عبادة بن الصامت. فالعرب كانت تكره شيء اسمه الجيف، لذلك لما النبي مر بجيفة شو قال لهم لأصحابه؟ من يشتري هذه؟ شلون عم تعرض علينا؟ لا تشترى الجيفة، لا تشترى، لأنه لا ينتفع بها، فضلا عن رائحتها وإنتانها وكذا. فاستغربوا الصحابة، قال فهذه الدنيا التي تتقاتلون من أجلها، شبه لهم إياها بالجيفة. فهذا رابع مرة لحشه ورايح شاحط جيفة كلب، حط له إياها فوق منه. فعبادة بن الصامت زعل، فتح لا حول، أعوذ بالله. قام قال له الغلام، قال له يا سيدي، إله لا يرفع عن نفسه ضر ولا نفع، وتبول عليه الثعالب وتنام عليه الجياف، أما آن لك يا سيدي أن تهتدي إلى الحق؟ لأنه مخلص بدعوته، كانت لحظة الصلح واصطلح مع الله سبحانه وتعالى. معناتها بس تحكم عقلك تهتدي إلى الحق. ليه؟ لأنه العقل هاد شغل مين؟ يعني خلق مين؟ خلق الله، يعني بنسميه صنع الله الذي أتقن كل شيء، والصنعة تدل على الصانع. فالعقل تلقائيا بياخدك لعند الله، تلقائيا، وهذا هو الفطرة، وهذه التي قال عنها ربنا في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لذلك الكافر ما له عذر عند الله، لأنه بكرة الله بيرجعه للعهد الماضي. أنا صديقي راكب الطائرة طالع على معرض بألمانيا هو وشريكه، الكرسي بساعة 3، أقلعت الطائرة واستوت، فكوا الأحزمة، قام صديقي الله يرحمه ويعلي مقامه فتح المصحف حطه بينه وبين شريكه، قال له نقرأ سورة ياسين بمعيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قام اقترب الثالث اللي قاعد على يساره، قال له شو عم تقرأوا؟ ظن رفيقي انه بده يقرأ معه، قال له والله عم نقرأ سورة ياسين على نية التيسير. قال له لساتكم تعتقدوا هالخرافات؟ ايه والله. قام الله يرحمه ابو عدنان رجع لعند شريكه، ما ناقشه لانه هذا ما بيتناقش، اذا ناقشت الجاهل مين بيغلي؟ الجاهل. ما ناقشه ورجع عند شريكه، رجع كملوا هيك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. طول المصحف وقعدوا يدرسوا بقى. وإذ شعلت أضوية الخطر بالطيارة ونزلت الشاشات وقالوا لهم يا جماعة في مطبات، في مشكلة، في كذا ما بعرف. المضيفات قعدوا الكراسي تبعهم وشدوا الأحزمة وقالوا لهم صار ما صار، بتكبس زر تحت المقعد بتعلق المظلة، إذا نزلنا فوق البحر بتعمل هيك، إذا نزلنا فوق البر بتعمل هيك. والطيارة صار لها صوت قطيط، القطيط هو صوت الزحام،
صوت قطيط مخيف، والناس كل واحد عم يناجي الله بلغته، شي عم يقول له مون ديو، شي عم يقول له ماي جاد، شي عم يقول له يا خدي، شي عم يقول له يا الله، كل واحد بلهجته، كل واحد بلغته. والطيارة اضطربت اضطراب، والناس صارت وجهها كالليمون. هذا اللي كان قاعد على يسار صديقي نقر عليه، ضربوا على فخذه، قال له اقروا السورة اللي كنتوا عم تقرأوها بسرعة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل فأنى تؤفكون. ليش عم تكذب على حالك؟ اسمعوا هي، وولسون ملحد إنجليزي، فيلسوف ملحد إنجليزي، كتب كتاب 200 صفحة ينفي فيه وجود الله، عم يجيب لك البراهين القاطعة على أنه لا إله. كتاب 200 صفحة مشان أنت تقرأه آخر شيء تقول أنا خلاص والعياذ بالله تكفر أنه أنا ما في إله. هو وولسون عم يقول عن نفسه، قال ولما أنهيت كتابي وأعددته للطبع، بكرة بدي أنزل على المطبعة، المسودات كلها جاهزة، تنقيح التنسيق للطبع، بدي ينزل له 3-4 ملايين نسخة. قال ولما أنهيت كتابي وأعددته للطبع دخلت غرفتي لأنام فخشيت إطفاء الأنوار خوفا مما سيفعله الله بي. يخرب بيته. لك ليش عم تخالف حالك؟ ليش عم تخالف نفسك؟ هذول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا شأن الكافر يا أخواننا، شأنه الكبر. الكبر ما بده المستكبر. واحد هو مرته بالبستان ومرته عنيدة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، قام طير كبير مدري شو هو نازل هيك من السماء، هدى على الأرض بعيد عنهم 20-30 متر. قال لمرته لك شفتي هالطير اللي نزل هدى؟ يا لطيف ما أكبره. قالت له لك هذا مو طير، هي عنزة. قال لك شو عنزة ما عنزة؟ لك أنا شفته هلأ نازل عم يطير كان. قالت لك لا عنزة أنت مالك دريان. لك يا بنت الحلال دبرية كذا. قام مسك حجر وشلفه قام طار. قال له شفتي شلون؟ قالت له عنزة ولو طارت. ما معناتها شفت الكبر؟ الكبر والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. مشان المحاضرة الجاية خلي الحلو أقل شوي. شو هاي؟ أنا حجاج. أنا جبت سيرة الحجاج؟ إيه النجاشي. قلت لحالي وين الحجاج؟ وين الساعة أنتم حاطينها هون؟ صحيح. نرجع لأصحم النجاشي الله يرضى عنه. هذا صلى عليه النبي صلاة الغائب، مو هيك؟ ومن هون أخذوا الشافعية حكم صلاة الغائب أو سنية صلاة الغائب. إيه هلا شوف، إذا واحد صلوا عليه ببلده وصلوا عليه، يعني أنا أبوه لرفيقنا توفي بالحرم، صلوا عليه بمكة، إجا ابنه لهون قال أخي تعال نصلي على أبي صلاة الغائب. مشان شو؟ يعني أبوك صلوا عليه بالحرم يا أخي. في ناس هيك خلينا ساكتين. نرجع للنجاشي أصحمه رحمه الله ورضي عنه. قال له يا أيها الملك كنا أقواما أصحاب جاهلية نعبد الأصنام، عدوا هيك الصفات النجسة، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، يعني صفات ملعونة. قال له حتى جاءنا هذا الرجل، بس أني رجل؟ الذي نعرف صدقه وأمانته وحسبه ونسبه. هي في شغلة دقيقة، لأنه هرقل شو قال له لأبو سفيان؟ قال له هل هو فيكم ذو نسب؟ سيدنا محمد قال له نعم هو فينا ذو نسب. قال له وكذلك الأنبياء يبعثون في نسب من أقوامهم، بده يكون حسيب نسيب.
بقى نعرف صدقه وأمانته. والله يا سلام. وهن 40 سنة الصادق الأمين. وين يخبوا مصرياتهم؟ عنده. وين يودعوا ودائعهم؟ عنده. الصادق الأمين. طيب ليش وقت بعث كفروا به؟ قال لأن الناس يحبون الصالح ويكرهون المصلح. يحبون الصالح ويكرهون المصلح. عم اقول لك كانوا مسمينه الصادق الأمين. شو بدك أحلى من هيك؟ لما قال لهم أنا رسول الله إليكم 23 غزوة و46 سرية عم يحاربوه. قال له جاءنا حتى جاءنا هذا الرجل الذي نعرف صدقه وأمانته وحسبه ونسبه، قال له وعفته، فدعانا إلى عبادة الله وحده. في أحسن من أنه أخرجكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله؟ وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أسألك بالله شو كيف ملاقي لي هالنقلة؟ كيف ملاقي لي هالنقلة بين ما كانوا عليه من سيء الأخلاق وبين ما فطرهم عليه رسول الله وأمرهم به من محاسن الأخلاق؟ بعدين بيطلعوا لنا قال خايفين يحكمون الإسلام. إن شاء الله بتنحكموا إعدام لك. إذا ما بدكم يحكمكم الإسلام إن شاء الله بتنحكموا إعدام. ليش ما بدكم يحكمكم الإسلام؟ ليه؟ الإسلام ما عنده مقابر جماعية، والإسلام ما عنده غرف ملح وأسيد، والإسلام ما عنده مكابس، والإسلام ما عنده تقليع أظافر، والإسلام ما عنده إعدامات بال2000 وال3 وال4 وال5 سوا وهم أحياء. ليش ما بدكم حكم الإسلام؟ لأنه بده يرتقي فيكم لتكونوا بني آدمين. قال بدنا علمانية، فصل الدين عن الدولة. بتكون علمانية تكرم عينك، بدك علمانية تكرم عينك. زوجك ما عاد مسؤول عن النفقة، أنت بتنفقي على حالك. زوجك مو مسؤول يفتح لك بيت، أنت بتشتري بيت تفتحيه لحالك. إلى غير ذلك مما جعل الإسلام فيه الحكم للرجل على المرأة. قال ما بدها هي ترث نصف ميراث الرجل، بدها ترث مثل الرجل ورثي مثل الرجل. وروحي أنت مرحبا أهلا وسهلا، والله دلونا عليكم، جاي أخطب ابنكم. هيك العلمانية. لأن الإسلام جعل الرجل طالب لا مطلوب، خاطب لا مخطوب، ومن بيده الطلاق له الإنفاق وعليه الإنفاق. طبعا كله ضمن شروطه. ضمن بدك علمانية عليك ما تستحق من الله وعليك ما تستحق من الله. ليش شو شفنا من العلمانية؟ شو شفنا من العلمانية غير التجويع؟ شو شفنا من العلمانية غير الأسر والقهر؟ وصار لكم 60 سنة ما لكم حسنانين تفتحوا دمكم. ولما الله فضل علينا وفتحنا أفواهنا وأنتوا صرتوا تفتحوا دمكم، هلأ بكل وقاحة جايين تطالبوا بالعلمانية. عجيب. قال بيخافوا من الإسلام. هي الإسلام لكم، لخصت لكم إياه سيدنا جعفر، لخص لكم الإسلام. كنا حتى جاءنا هذا الرجل فأمرنا ب1 2 3 4 5 6. بس يا أخي احفظوها، في جراثيم ما بتعيش بالهواء النقي، ما بتعيش بالهواء النقي، تعودت عنة. هلأ فوت على المسلخ، كم مليون دبانة بالمسلخ، اطلع على الهواء الطلق النظيف ما بتلاقي ولا دبانة، لأنه جوا حياتهم في بكتيريات وطحالب وإشنيات، إذا بتحط لها ماء عذب بتكون قتلتها، ما بتعيش غير بالماء الآسن. هدول هيك ما بيمشي حاله. وفي أحلى من حكم الإسلام؟ في أحلى من حكم الإسلام؟ في أحلى من اللي عطى كل ذي حق حقه؟ في أحلى من حكم الإسلام؟ جاي الحديث اليوم، نحن ما حيكفينا الوقت. نعم إخواني، نرجع على موضوع محاضرتنا.
أثر العبادات في إصلاح الأمة. العبادات نوعين، العبادات نوعين، في عنا صلاة وصيام وزكاة وحج، هي كلها فرائض، هي عبادات مفروضة، مفروضة، اسمها العبادات الشعائرية، يعني هي من شعائر الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذول. في عنا عبادات اسمها العبادات التعاملية. التعاملية، البيع والشراء واليمين والحلف والزواج و و و و و و و هذه وهي كثيرة جدا، لكن كل هالعبادات هي التعاملية الله ما بيقبل منك العبادات الشعائرية التعبدية إذا ما أصلحت هدول. لذلك نرجع منذكر بالآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طلع من الجامع فات على المحل بيعني إياها ب1000، قال له والله ما بتوفي. لا حول ولا قوة. مش الحال، مش راحت الصلاة، صفي تاخذ علامة المعدل. هذا من كرم الله، يعني العلامة من 100 بتاخذ 50، أما الأجر راح، الأجر راح. أو تعالوا لكم في شغلة والله منيح اللي تذكرتها. في كتير ناس إن شاء الله ما يكون في معنى منهم، في كتير ناس الله يصلحون قال بيغضب بيقوم بيقول كلمة الكفر، بيسب. أنا سمعان، وحتى من ناس مرة واحد كفر بالجامع، جايب معه ابنه، قام ابنه صار يحوس، قام بعد ما سلم الإمام خرط ابنه كفين وسب ربه بالجامع. وفي ناس انه بس يطلع خلقه استغفر الله الله يصلحه. اوعى، انا ما ان شاء الله ما فينا هيك، بس يعني مشان نحن ننصح وننذر ونخوف ونمتنع بنفس الوقت. هل تعلم انه اذا المسلم وقعت منه كلمة الكفر بسب الذات الإلهية أو شيء معلوم من الدين بالضرورة أو سب الذات المحمدية، كل شيء يوصل إلى الكفر، إذا نطقها المسلم ولو مرة واحدة قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. كل شيء عامله صار صفر. والتوبة ما بترجعه، دير بالك، دير بالك، التوبة ما بترجع الأعمال. راحوا والله راحوا، والله راحوا. يعني صار لك هلا أنت 40 سنة عم تصوم وتصلي وتعبد الله، طلع خلقك من مرتك، طلع خلقك من جارك، من أخوك، من الزبون، شتمت الذات الإلهية، كفرت. احفظ الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. راحت عليك، كل شيء عامله سابقا صار صفر. دبرها، ببوس ايدك، ببوس رجلك، حادفع 100 مليون، تدفع 100 مليون هلا بعد ما تجدد اسلامك تاخذ اجرها هلا، بس الماضي ما بيرجع، الماضي ما بيرجع. بس اختلفوا بالحج، قال لزمه إعادة الحج، بعض الفقهاء قالوا لزمه إعادة الحج، وبعضهم قال لا، سقطت عنه الفريضة لأنه وقت حج كان مسلم بس ذهب أجرها. فأوعى يوم من الأيام تجي وتقول لي أنا غلطت وقلت كذا، اوعى. راكب مع سائق تاكسي، عم أشر له شرطي المرور، كسر على اليمين، ربك دينك ما خلى عليه، نزل غاب عنده 5 دقائق وطلع. اجى ليمشي، قلت له قبل ما تمشي وقف. قال شوفي، قلت له انزل سبه لشرطي المرور. قال شلون يعني؟ قلت له انزل قل له ابوك امك، انزل سبه. قال ما فهمت علي. قلت له هذا مو شرطي مرور. قال قلت له مو وقفك؟ قال قلت له انزل سبه. قال ايه والله هيك قال لي بيلعن ابي. قلت له ها انت خفت منه هلا وما بتسترجي تنزل تسبه؟ ليش تجرأت على الله سبحانه وتعالى؟ ليش شتمت الذات الإلهية وقت أشار لك شرطي المرور؟ قال لي استغفر الله العظيم. يعني حسب هو هلا انه شو؟ انه انقضيت، انه تاب. قلت له اخي اذا بتسمع مني نصيحة، اول شيء هلا بدك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قلت له اذا ما قلتها ما بيجوز لك تنام مع زوجتك،
وإذا زوجتك كانت عالمة بهذا الكلام لا يجوز لها أن تمكنك من نفسها. بس هي تبع إنه كل شيء عامله راح، خفت أقول له إياها يقوم يخلص علي بالسيارة. بس أنتوا هلا عم لكم إياها، دير بالك. ما في طريق خلقي، ما في طريق خلقي، ما في طريق خلقي، ما في فقدت أعصابي، ما في. أو اليوم هدول الشباب الله يصلحهم علي الهداكة ماسكين لي يمين الطلاق وراكدين فيه. لك أبي وأبوك عاشوا 700 سنة ما حدا رفع كلمة طلاق على زوجته، بس كانوا رجال. بدي روح على العرس، لا حبيبتي ما في روحة، حاضر مش الحال. بدي روح، لا ما بروح. بتروحي ما بتروحي، عريقة طلاق ما بتروحي. لك اجت حماته، الله يرضى عليك يا صهري، قال له ماشي الحال خليها تروح. وقع الطلاق. بيحكوا انه اهل دوما، هي اسمعوها مشان النكته، بيحكوا انه اهل دوما بيحلفوا طلاق كثير. ففي شيخ استلم المنبر جديد، طالب علم وفهمان وكذا، قال لحاله لأبدأ منهج تربوي بركي ان شاء الله بيصلح اهل هالبلد. لسه عريق. شو بده يساوي؟ يا جماعة المرأة التي تحل لزوجها بكلمتين تحرم عليه بطلقتين، كذا كذا كذا، خطبة 2 3 4 5. قال لحاله إن شاء الله إنه أدينا الوظيفة. واحد من أهل الحي قال له شيخنا عاملين لك عزيمة غدا نحن بمعيتها. يا ابني الله يرضى عليك، ما مصر. أخذ، وإذ جابوا له جاط هالقد قده كله محاشي، 40 باذنجانة على 60 كوساية على فليفلة على ما شاء الله كان. لك ليش معذبين حالكم؟ الله يرضى عليكم، الله يسعدكم. بسم الله. أخذ كوساية أكلها ما شاء الله والله شيء طيب، إيه الحمد لله. أخذ باذنجانة أكلها، فليفلاية أكل من كل صنف وحدة، خلاص شبع الشيخ. قال له الحمد لله. فسح بالبيت، مسك له هيك فليفلاي صغير، قال له سيدي الله يرضى عليك مشان خاطري. قال له يا ابني الله يرضى عليك والله ما عاد احسن. قال له علي اطلق له تاكلها. لك وين رحنا؟ صرنا 20 خطبه عم نشتغل. رجع الشيخ طلع خلقه ونبهه وكذا، قال له حاكلها غصبا عني مشان ما يوقع عليك اليمين. ها بسم الله اكلها. فز الثاني باذنجاني، قام قال الشيخ اوعى. قال له ليش اكلتها منه؟ علي اطلق له تاكلها. قام فز اللي بعده حمل يعطيني طول. قام الشيخ قال له علي اطلق ما باكلها. لك شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة حذاري والطلاق. إلا ما في روحة، إلا الله يرضى عليكي. اليوم أنا بروح أنا وياكي بجيب لك سندويشتين وبنجيب كولاية. واحد قال له لا أخذ خطيبته هيك قزدورة، قام اشترى لها سندويشة، قال له جيب لك كولاية. قالت له بس تخلص السندويشة. قال لحاله يظهر ما بتحب معصم. خلصت جاب لك كولاية. قال له جيب لك شاروقة شلموني. قالت له بس تخلص الكولاية. الله يسعدكم، الله يرضى عليكم. لا حدا يحلف طلاق. المشايخ ما عاد عرفوا بدهم يروحوا بحالهم. انا عم علمهم. هلا انا عم علمهم. هذا الاخ من سكان من اهل الحي، اكتب لي اياه عقوبه، المحاضره الجاي ممنوع. الله يصلحكم. قال بقى هي سيدنا العبادات الشعائريه هي بينك وبين ربك. مين بيستفيد منها؟ انت. انا بستفيد منك اذا صليت، اذا انت صمت انا بستفيد منها، اذا رحت حجيت كل سنه مع اني انا لا اؤيد الحج كل عام انا بستفيد منها؟ ما بستفيد منها. الى هي العبادات التعبديه التعامليه الشعائريه هي خاصه فيك الك. اما العبادات التعامليه هذه نفعها يعود على كل المجتمع. لذلك برجع بذكر، صلاتك معلقه بصدقك وامانتك، صومك كذلك، صوم الى غير ذلك. هلا بعد الكلام اللي الله اكرمنا فيه وحكيناه، شو بيقول سيدي الشيخ محمد الغزالي؟ لا تخربطوا بين ابو حامد الغزالي ومحمد الغزالي.
أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء رحمه الله تعالى. أما الشيخ محمد الغزالي المفكر المصري المعروف توفي يمكن من 18 سنة رحمه الله تعالى، وكل مؤلفاته تقرأ دون استثناء. والحمد لله اليوم على الشابكة، يعني على المكتبة الشاملة وكذا، صارت موجودة. يعني إذا ما معك حق الكتاب وما عندك محل تحطه، صار الحمد لله موجود كتاب على الشبكة المكتبة الشاملة. الحمد لله لك، الحمد لله لك. والله نحن عايشين اليوم بنعيم. شو هذا؟ بكبسة زر بتجيب صحيح البخاري وبتشوف الحديث اللي بدك إياه وبتخرجه وبتشرح معانيه وبتشوفه وين مروي بكتب الحديث الأخرى. وين الإمام البخاري يركب ويطلع يسافر من بلد لبلد ليجيب رواية حديث واحد؟ نحن اليوم عايشين بدلال ما بعده دلال. والله لا يحرمنا هالنعم، والله لا يجعلها حجة علينا، الله يجعلها حجة إلنا. فالله يرحم الشيخ محمد الغزالي، هذا الرجل من أحباب الله وأحباب رسول الله إن شاء الله، ومن المحبين لله ورسوله. كان مدعو على مؤتمر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. هو بالمؤتمر اجته جلطة، حملوه وأخذوه إسعاف. لما بدأ يتنعنش صار يقول له يا رب اسمي هون، جاهز أنا بالمدينة، تجعل منيتي يا رب، تجعل منيتي برقي الله بيكرمني بالبقيع، يا رب يا رب يا رب. الله شفاه وعافاه ورجع على مصر، بس لأنه من جوا بصدق. بعد 6-7 سنين دعي للمدينة المنورة على الجامعة الإسلامية في مؤتمر. ذهب إلى المدينة في أحد ليالي إقامته هناك، قبضه الله إليه ودفن في البقيع. إذا سألت وإذا استعنت عليه ما يستحق من الله. جمال عبد الناصر سجن أحد علماء مصر اسمه محمد الأودل. مين عم يشوش علينا؟ أسر شيخ عالم اسمه محمد الأودل، بس قال هذا حب يعدمه بطريقة خاصة، مو خازوق ولا مشنقة ولا رميا بالرصاص. قال لهم بدي جوع سبع أو أسد 3-4 أيام ودخلوا عليه. حط هذا بمنفردة وهذا بمنفردة، والأسد من على بكرة العشية عم يزمجر، والشيخ عم يسبح ويصلي وحزير. شو عم يقول الشيخ؟ هيك مروق مروق عم يغني: إلهي نجنا من كل كرب بجاه المصطفى خير الجميع، وهب لي في مدينته مقاما. هو وين؟ بمصر. وبعد كم يوم الإعدام. شو عم يغني؟ وهب لي في مدينته مقاما وموتا ثم دفنا في البقيع. يا ربي دخيلك، لك شلون عم تغني شيخنا؟ هتغني لك انت بعد كم يوم الاعدام. صار يوم الاعدام، فتحوا القفص وهربوا الشباب واشتغلت الزمجرة. بعد ساعتين قال لهم شمس الدين، كان اسمه رئيس فرع الامن، قال لهم شوفوا كم عظمة صفي. نزلوا لقوا الأسد على باب الزنزانة عم يلحوس حاله والشيخ عم يصلي. قاموا خافوا، طلعوا قالوا لسيدي تعال شوف هالشوفة، تعال شوف هالشوفة. نزل شاف، يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. طلع على مكتبه، اتصل بجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر اتصل بالملك فيصل، قال له بعت طيارة خذه، بعت طيارة خذه. اجوا اخذوه من مصر للمدينة وعاش بالمدينة ودفن في البقيع. صلوا عليه وسلموا جنة ونعيما. الله يجزي مرة 10 ويسكن في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
عليه وسلم. أختم بما قاله سيدي الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، قال: فكأن الرسالة التي خطت مجراها في التاريخ وبذل صاحبها جهدا كبيرا. من صاحبها؟ صلى الله عليه وسلم. وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها، أو وجمع الناس حولها. لا تنشد الدعوة تبعنا أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا له ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الله بها عباده هي تمارين مكررة بحسب الحاجة. بحسب الحاجة، رمضان مرة في السنة، الصلاة 5 في اليوم، الحج مرة في العمر. فالفرائض التي ألزم الله بها عباده هي تمارين مكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يبقى متمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت النفوس والظروف أمامه ومن حوله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. هلأ بقى، هل العبادات التي أثرها ماذا يكون ويحدث في الأمة؟ أولها الصلاة، وثانيها الصيام، وثالثها الزكاة، ورابعها الحج. إذا ربي كتب لي عمر نعمل لقاء آخر ومنحكي عن هالفرائض الأربعة بعون الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.